جبتلكوا أكل المحلات والعربيات وانتوا قاعدين مكانكوا. كل اللي بيدور على الأكلة السهلة السريعة وفي نفس الوقت تكون منجزة وما توقفناش في المطبخ كتير. عملنا النهاردة مكرونة العربيات بأسهل وبأحلى طريقة، وكمان عملنا تشيكن وينجز بطريقة حلوة قوي بطريقة زنجر. هتعجبكوا جدا، وكمان هقول لكم على أسرار لأول مرة تعرفوها. اذكروا الله، صلوا على سيدنا محمد. اول حاجة عندي هنا الاجنحة. عندي 2 كيلو من الاجنحة، ويا ريت الجناح يكون كبير ويكون ماسك نفسه كده عشان يقدر يطلع مخدوم معاكي. تمام، مغسولين غسلة، مش هقول لكم يعني فظيعة، منقوعين في ملح وفي ليمون وفي دقيق وحاجات كتير. تمام، اتغسلوا كويس وتصفوا. بعد كده جبت بصلاية في الكبة زي ما انتم شايفين، بشرتها بشر ناعم. وبعد كده بدأت انزل بيها على الأجنحة اللي عندي. شوية ملح، عليهم شوية من الفلفل الأسود، عليهم شوية من السبع بهارات. وهنبدأ نتبل الأجنحة بتاعتنا، وضروري جدا نتبلها. ناس كتير هتقولي يا شيف هدير، ليه الأجنحة انت بتتبليها بالطريقة دي وهتعملي فيها ايه؟ تعالوا بينا بس ما تستعجلوش، وهقول لكم على الأخطاء اللي بتعملوها. حلة فيها مية بتغلي على النار، هنزل بملح وحبهان، ورق لورا، شوية فلفل أسود. تمام، بعد كده هنزل بالأجنحة. ازاي الأجنحة بتتعمل من غير ما بتنزل في مية أو بتتسلق؟ كده هتبقى فراخ مسلوقة. الخطأ الكبير اللي بتقعوا فيه، تعال اقول لكم عليه. الخطأ اللي بتوقعوا عيالكم فيه، شايفين كمية الرواسب دي؟ شايفين كمية الراسب اللي خارج من أجنحة الفراخ؟ تعال اقول لكم الكارثة اللي بتعملوها في نفسكم وفي ولادكم. الأجنحة دي مكان حقن الفراخ. تمام، الفراخ بتتحقن عن طريق الجناح بتاعها، فانتوا بالتالي بتاكلوا كمية ميكروب وبكتيريا. لما بتجيب الأجنحة تتبليها على طول، وبعد كده بتقليها في زيت سخن، من غير ما بتنزليها على النار، ولا بتعرضيها لدرجة الغليان اللي انتوا شفتوها، ولا بتطلعي الرواسب دي منها. يعني انت بتأكلي ولادك كارثة، انت ما تعرفيش انت بتعملي فيهم ايه. تمام، بعد كده، بعد ما الأجنحة اتسلقت وشلت كل الرواسب والأجنحة بقت طبيعية معايا، نشلتها. بعد ما استوت 3/4 سوا، وممكن تسويها تسوية كاملة من غير ما تتهري، يبقى الجناح ماسك نفسه. مية بتغلي على النار، ويلا بينا نعمل مكرونة العربيات. تمام، عندي هنا بقى مية بتغلي، حطيت فيها ملح، هحط شوية خل بيمنع تشابك المكرونة. تمام، هجيب مكرونة سباكيتي، هبدأ أكسرها في المية. ممكن تستخدمي مكرونة مشكلة، أنا استخدمت مكرونة سباكيتي بس في الوصفة، ولكن السر بتاعها في الصلصة اللي بتروحي تشتريها من بره من العربيات. تمام، بيبقى كده العربيات دي أو محلات المكرونة دي بس بتبقى في حتت معينة، يعني مش متداولة زي محلات الكشري كده. تمام، دلوقتي كسرنا كمية المكرونة، وهبدأ أسلقها سلقة كاملة، ولا هي نص سوا ولا 3/4 تسوية. تمام، هسلقها سلقة كاملة. كسرنا كمية المكرونة اللي معانا، هنبدأ بقى نسلقها زي ما انتوا شايفين كده. نقلبها كده بالشواكة بتاعتنا عشان المكرونة ما تتشبكش مع بعضها. خلاص، أول ما بدأت إن هي تتسلق واستوت معانا، فهناخدها هنصفيها ونشطفها. تمام، وبعد كده بقى هحطها في مصفى، وهحط عليها زيت كتير كده، كمية زيت حلوة عشان افلفل بيها المكرونة وهي سخنة. ودي سر من اسرار عربيات الشارع او محلات الشارع. تمام، يلا بينا بقى هنا نعمل الصلصة. عندي هنا بقى هي نفس الحلة، حطيتها على النار تسخن، وضفت فيها شوية زيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتجيب معلقة من السمنة، ويفضل ان تكون سمنة طبيعية وليها طعم حلو، يعني لو سمنة بلدي تمام قوي. بعد كده هسخن المادة الدهنية في الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنسخنها كويس.
بعد كده بقى هنجيب معلقة كبيرة من التوم المفروم، ما يعادل راس توم كبيرة. وطبعا كله على حسب كمية الصلصة، يعني الكيلو وربع من الطماطم هنستخدم معلقة كبيرة من التوم المفروم أو المدقوق حسب اللي عندك. بعد كده هنبدأ نشوح في التوم بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحمر التوم لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي. خلاص اول ما التوم اخد معانا اللون ده، هجيب عندي عصير الطماطم، هنزل بيه كده، وطبعا هديله شوية سكر عشان تعدل الحموضة. هقلبها كويس وهغطي عليها النار وهسيبها لحد ما تتسبك. كده هنبقى انتهينا من الموضوع الصلصة لحد ما تتسبك معانا. يلا بينا بقى نعمل الخلطة اللي هنقلي بيها الأجنحة أو هنقلي بيها التشيكن وينجز اللي هي أجنحة الفراخ وجبة الإنجاز. عندي هنا دقيق، هحط عليه نص كوباية من النشا، نشا اللي هي نشا الذرة البيضة. بعد كده هجيب التوابل، ويلا بينا بقى عشان نشوف التوابل اللي هنستخدمها للأجنحة. عندي هنا معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكركم، شوية ملح، شوية توم بودر على بصل بودر، شوية من الفلفل الأسود، شوية شطة. بعد كده وأخيرا هجيب مكعب من مرقة الدجاج الفورية أو المكعب ونفركه كويس. وبعد كده هنبدأ نتبل الخلطة دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هندخل كل الأنسجة في بعضها، يعني هنخليها تجانس كده. تمام خلاص. بعد كده بقى جبت عندي علبة تكون محكمة يعني ليها غطا، أو كيس بلاستيك لو ما عندكيش علب يعني. بعد كده هنقسم كمية الخليط، هناخد النص هنا والنص هنا. بنزل بمعلقة مية لحد ما اعمل خليط تقيل متماسك يمسك على الكفر بتاعنا، ما يكونش لا هو تخين قوي ولا يكون خفيف قوي، يعني يمسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ ننزل الأجنحة بتاعتنا بعد ما اتهوت من السلق وبردت. هنبدأ ان احنا ننزلها كده في الخليط السائل اللي عملناه مع بعض. هنحطه بقى في الخليط الجاف. بعد كده بقى عشان ما نبهدلش الدنيا، هي العلبة افضل. بعد كده هنجيب غطا وهنغطي العلبة وهنبدأ نهزها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده هو اتغطى وخد كفر من غير ما تبهدلي ايدك ولا تبهدلي الدنيا. زيت نص غزارة، يعني لا هو غزير قوي ولا هو شوية صغيرين قوي. هنبدأ بقى ننزل بالجناحات بتاعتنا هنا. طبعا انا مسويها تسوية كاملة. بصوا اول ما بتبدأ تاخد اللون ده ببقى قلبها على الوش التاني كده. كده ضمنتي النظافة وضمنتي ان كل الرواسب اللي فيها خرجت، وكمان تبلتيها قبل السلق وتبلتيها دلوقتي تتبيلة في الدقيق، وخدت الكفر الخارجي اللي هو بتاع كنتاكي او بتاع كوكي او بتاع التشيكن وينجز عموما يعني. بعد كده خلاص بقى بنقليها زي ما انتوا شايفين الطماطم هنا اتسبكت. بعد كده بقى هنزل عليها بشطة، شوية من الفلفل الأسمر، وشوية كمان من الملح. وهي دي كل التوابل اللي هنستخدمها مع بعض. هنبدأ نقلب الصلصة. شايفين السمك بتاع الصلصة عامل ازاي ولونها أحمر. ممكن كمان نضيف لها في الأول مع الطماطم معلقة صغيرة من الصلصة، قصدي معلقة كبيرة من الصلصة. هنا بقى المكرونة بتتغرف
بصوا زي بتاعة العربيات بالظبط. وهتحطي الصلصة وادي التشيكن وينجز. خلصت بطريقة صحية جدا وسهلة وبسيطة، من غير عقد ولا كلاكيع كتير. ما تنسوش المتابعة والاشتراك لصفحاتي. اشوفكم في فيديو جديد.